معنا في هذا البث المباشر. صراحة حرب الطرقات ما زالت كتحصد الأرواح والأرواح. مباشرة من أمام المستشفى الإقليمي خريبكة حادثة سير بين السيارتين، ولا قوة الله أكبر. ندعيو معهم، نتمنوا لهم الرحمة والمغفرة والشفاء العاجل لباقي المصابين. حادثة سير بين سيارتين خفيفتين بطريق السيار المدخل ديال مدينة خريبكة، او الطريق اللي غادي يدورك لدخل مدينه خريبكه. الاصابات كاين 5 ديال المصابين و4 ديال الموتى، الله يرحمهم ويوليهم برحمه الله ويشافي المصابين. فكيف ما تنقولوا دائما في المباشرات ديالنا، المزيد من الحيطه والحذر. الطرقات ما زالت كتحصد العديد والعديد من الضحايا. فاليوم قبل واحد نص ساعه دابا حادثه سير خلفات العديد من الضحايا، 4 ديال الضحايا منهم أو عائلة أسرة، الأب والزوجة ديالو والأبناء ديالو 2 توفوا في هذه الحادثة هذه. انصابوا 5 ديال المصابين، 1 اللي بقى من السيارة اللي توفت فيها العائلة، والسيارة الأخرى ما زال فيها المصابين. 3 ديال المصابين عائلة روسية كتسكن في بني ملال، غاديين لبني ملال. حتى كيفاش وقعت هذه الحادثه هذه، فكاين جوج ديال الطوموبيلات. الطوموبيل الاولى اللي هي اللي ماتوا فيها الناس ديكالات على الطلعه ديال خريبكه طريق السيار، محاوله ترجع بمارشارير، فاذا بها السياره الثانيه اللي غادا متجهه لبني ملال كتدخل فيهم، ما شافتهمش، فوقع اللي وقع. ماتوا 4 ديال الناس عائله. والحاجه اللي ألمتنا اكيد وهزاتنا كاملين، وليدات صغار 2 توام عندهم 9 سنين، ومعهم وليد صغير 6 سنوات، يعني الاصابه ديالهم خفيفه. والدري عنده 19 عام اللي يلاه تخرج استاذ، يلاه بدا المسيره المهنيه ديالو، الا انه كيلقى الحد ديالو في هذه الحادثه هذه وتوفى اليوم مع العائله ديالو، الام والاخ ديالو والاب ديالو، وبقى ولد خالته اللي حتى هو كاين دابا حاليا في مستعجلات او في الانعاش بمستعجلات اقليم خريبكه، اللي كان عنده واحد الاصابه شويه خطيره على مستوى الصدر ديالو، لانه بعد لحظات غادي يتم نقله باش يدير العمليه على مستوى الصدر. فتلقى العنايه اكيد، وجميع الطب من جميع التخصصات اللي خاص يكونوا مع في هذه الحاله هذه كاينين. الا الحاجه الوحيده اللي صارت انتباهنا اننا حاولنا نتواصلوا مع المندوبيه ومع شي حد اللي يمثل المندوبيه باش يعطينا تصريح، فلا حياه لمن تنادي ولا من مجيب كالعاده. فالرحمه والمغفره للناس اللي توفوا، ونتمنى الشفاء العاجل لباقي المصابين. فنصيحة دائما المزيد من الحيطة والحذر في الطرقات. الموت وحرب الطرقات ما زالت كتدي وكتحصد العديد من الأرواح. يا ربي يرحمهم ويصبر أهاليهم. فتذكير بالحادثة، الناس اللي جايين من كازا الخريبكة عندهم عرس هنايا للساعة 9 ليلا، عندهم مساكن عرس. فكنشوفوا ان العرس كامل تحول للمستشفى الاقليمي بمدينه خريبكه. الله يرحمهم والله يجدد عليهم الرحمات ويثبتهم عند السؤال. ونبغيو منكم كاملين مشاهدينا اللي معنا في هذا المباشر هذا طلبوا لهم الرحمه والمغفره ودعوا معهم، واكيد مع المصابين انهم ربي يلاقيهم بصحتهم ويكلل لهم الشفاء العاجل بإذن الله. إذن مشاهدينا، كانت هذه هذا هو الخبر اللي طلعنا لكم في هذا المباشر هذا باش نوصلوه لكم مشاهدينا. المزيد من الحيطة والحذر، الله يشافيهم والله يرحم الموتى. ونتمنى منكم تاخذوا المزيد من الحيطة والحذر في طرقات الموت. اللي غادي بميار يقدر يمشي ب90، اللي غادي يعني السرعه اللي غتوصل في ساعه تقدر توصل في 2 سوايع، ما عندكش مشكل. فبنادم ما يسرعش في الطريق على اساس انه تابع واحد الحاجه. راه عندكم عائلاتكم، عندكم وليداتكم، عندكم خوتكم مازال كيتسناوكم، فراعيوا ليهم.
الله يرحمهم ويغفر لهم ويرزق أكيد ذويهم الصبر والسلوان يا ربي. صراحة حادثة اللي ألمتنا كاملين، ومكان الحادثة صراحة ما قدرناش أننا نصوروا، ولكن مكان يؤلم، لأنه صراحة بدك الدم اللي كاين تما وديك الحالة اللي كاينة تما ما قدرناش نصوروا مع الأسف، لأن المهنة أخلاق والأخلاق أولى من كل شيء. فالله يرحم الضحايا ويشافي المصابين يا ربي. إذن مشاهدينا نخليكم دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.